ده مش ضعف، ده جهل، ده جهل وضعف. بيقول لك اعلام فاسد صحيح، هو بيقول، هو اللي بيقول، انا مش انا اللي بقول، بيقول موتوا بقى، فانا بقول له زي ما هو بكرر، موتوا بقى. اولا في حاجات شرعيه هو اقسم كذبا، قال اقسم بالله، هو قال لابنه ما تجيبش مجموع غير 90% او هكذا فهمت، وطبعا هو لا يعلم الغيب وما ينفعش يقول كده. طب لكن هو طبعا مش قادر يفهم، عشان بس يا اخوانا المشاهدين فاهمين انه مجتمع بدأ يعرف النظافة ويعرف الصلاح، لانه ابنه ما غشش، ابنه ما اتجاملش، ما جابش مجموع يدخله كلية محترمة في الحكومة وراح جامعة خاصة، فده معناه انه ما فيش فساد. انتوا زعلانين ان ما فيش فساد، فانت مش حاسس ان ده انجاز، وطلعته لويت عنق المعلومة عشان تطلع انك انت راجل مهرج او بتضحك او بتسخر او بتضحك المشاهدين، وحلفت كذبا. النقطة الثانية بتقول له وحياة عيالك، وده برضو مشايخنا هيقولوا له ان ما تحلف وحياة عيالك دي عيال خالد، فده لا يجوز انك تحلف بولاد خالد. ثانيا الاستاذ خالد ابو بكر، يعني بصراحة انت يعني مسحت بيه الشاشة، يعني كأنه لعبة، خالد صفته خالد نعته، ولما قال لك جمله قال لك إيه؟ قلت له انت هتسخر، يعني كانه ايه، سامحني انا بزعل من الجماعه اللي بيجوا معاك يا استاذ عمرو، يعني ما كل واحد منهم كلهم محترمين وكلهم قادرين انه يعملوا برنامج، استاذ خالد يعمل برنامج لوحده احسن له. لو جه سيدنا عمر مش هتبوظوه زي ما انت قلت، معذره في سوء الادب مع سيدنا عمر، لو جه سيدنا عمر هيحاكمكم وهيحاسبكم وهيعاقبكم وهتتلموا، لو جه سيدنا عمر بن عبد العزيز. اللي انت بتقوله ده فعلا كلام جاحد وناكرين وحاسدين، لانه انت لم تكن علميا وما مسكتش الانجازات، قول دي مش انجازات او انجازات، وكنت تمسك الانجازات بتحليل منصف ام لا. النقطة الثانية، طب لماذا؟ ليه اتعمل كتاب؟ وليه احنا في قناة الحافظ احنا اللي عملنا العملة اللي انت بتقول عليها دي؟ انت بتقول احنا جايبين 62 هيكملوا 100 ان شاء الله، لان احنا ما ذكرناش كله، وهنستمر وهنقدم الانجازات بعدة طرق. ليه؟ لأنه في إعلام جاحد وناكر وحاسد ومضاد، أنت منه ما بتظهروش أي خير بيتعمل. لو أنت كنت بتعمل اللي يجب أنك تعمله، وفي ضمير عند الإعلام منصف بيقول الصواب، حتى بيقول الصواب والخطأ، إنما أنتوا عندكم عمى للخير، عمى للإنجازات، وبما أن أنتوا ما تعرفوش يعني إيه إنجازات، وما تعرفوش غير إنجازات إبليس وإنجازات الشيطان وإنجازات الهدم وإنجازات الفوضى اللي انتوا بتسعوا اليها، فلازم يطلع ناس ترد عليكم وتقول ان في انجازات، واحنا لازم نقول ان في انجازات. النقطة الثانية، انت بتقول يا ناس يا عمية وموتوا بغيظكم، انا بقول لك يا ناس يا عمية وموتوا بغيظكم، ويا ابني مصر من جديد، يا ابني مصر من جديد، عشان مصر اللي انت كنت فيها انت وقرايبك ورئيسك واللي انتوا كنتوا بتشتغلوا معاهم، مصر كانت فيها فساد وعايزه تبنى من جديد. وكمان لعبه 8 شهور و9 شهور ده سوء ادب، يعني هم مش 9 لكن انت تطلعهم 9 عشان نبقى نقل ادبنا، او والكلام الثاني فعل نصب ولا مش فعل نصب، وبعدين كاره انت لمذيعه تطلع محجبه، ده انجاز. الربانيه انجاز، يعني انت فاهم يعني ايه، وراجل عنده ملتزم بالسنه، ده انجاز. انجاز صوره لرئيس محترم لدوله اسلاميه، احنا عندنا هويه اسلاميه، دولة إسلامية، الدستور بيقول إن إحنا دولة إسلامية، لما يطلع ده بيتعبر عنه في الواقع، ده إنجاز للمشروع الإسلامي، للفكرة الإسلامية، إنجاز للنموذج اللي المفروض الناس تشوفه وتحترمه. لكن أنت بتعتبر إن أنتوا كارهين لمذيعة تطلع محجبة، طبعا ما أنت زوجتك مش هتقدر تحجبها، لا مؤاخذة أنا مش ما بدخلش، لكن الأصول إن هي تبقى محجبة، فأنت على الأقل ما تسخرش من إنه بنذكر إن في واحدة محجبة، وده كان ممنوع ايام حسني مبارك، وكان تفصل من التلفزيون لو اتحجبت وهي فيه، ولو هي محجبة وتخش التلفزيون هيمنعوها من ان هي تمر حتى في طرقات التلفزيون بصفة ان هي مذيعة معدية في الطرق. النقطة الاخيرة انه الاعلام محتاج وقفة مع نفسه، يعني انتوا لغة القهاوي دي او لغة الشارع دي لغة مش كويسة، لا تليق عن رئيس.
اتكلم عني واتكلم عنك بهذه اللغه تبقى ماشي، لكن صحيح. انت بتهين الشعب كله. يا استاذ عمرو، انت المفروض كنت بتحترم والدك اتعلمت انك انت تحترم الكبير. اتعودوا بقى، يعني عودوا الى الاخلاق، عودوا الى القيم، عودوا الى الدين، عودوا للادب. فكره ان انتوا تتكلموا على الكبير بدي، والله اي مصري محترم هيكرهك وهيحتقرك ومش هيحبك. الساده المشاهدين يعني باي منطق يحترم الساده المشاهدين. واضح ان ما هو ده بيقول له ده جاهل، بيقول له ضعف، قال له لا ده جاهل. مين اللي جاهل؟ احنا اللي جاهلين؟ المشاهدين اللي جاهلين؟ مش عارف. وحكايه البهلوان والمهرج اللي بتنتقل عدواها للساده المذيعين والاعلاميين، الظاهر بيدوهم بدل تهريج. بدل يعني تهريج. في بدل تهريج اضافي بتزود الراتب، فكله قال لك يلا نهرج. لا ده دليل على انه فاشل وما عندهوش، يعني ما بنشتمش. هو فاشل ديت شتيمه؟ بلاش شتيمه. عمالين يقولوها ليل نهار. لا احنا عندنا على الرئيس وعلى الوزراء. خلينا لا انا ما تطولتش. كل الالفاظ اللي هو قالها ده انا بس اللي كاتبه بقراه بسمع. هم فارغين. وشوفوا الاستاذ وائل دكتور، واحنا حضرتك يعني احنا في بدايه الحلقه حتى واحنا في الكواليس حضرتك اختلفت معايا في جزئيه، وقلت لي انا بختلف معاك يا وائل في 1 2. قلت لك انا ارحب بخلافك لانه خلاف مؤدب، خلاف على منهاج النبوه، ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، مش هتجرح فيا. انا والله بصراحه يعني بنقل لفخامه الرئيس حزني واسايا على هذا التطاول. مقام الرئاسه ومقام فخامه الرئيس، واخد بال حضرتك، مقام رفيع. ان اختلفت معه اختلف معه بادب. انا بختلف مع سياده الرئيس ان في ملفات لابد يتدخل فيها فورا وبسرعه وبحسم. التطاول على مقام الرئاسة يا دكتور عاطف غير مسموح به وخط أحمر. أختلف مع الرئيس، أختلف بأدب. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في اختلاف نرفع خلافنا بأدب ويكون خلاف بناء لمصلحة البلد. أنا حضرتك مش قاعد على قهوة، أنا حتى على الأقل أحترم المشاهد اللي قاعد في البيت، فيه أستاذ الجامعة وفي الشيخ وفي العالم وفي يعني ناس محترمة. قاعد على قهوة يحترم. أنا حضرتك أيوه، يعني أنا كمشاهد ليك المفروض يعني أستاذ عمرو تحترم يعني وجهة نظري وتحترم قعدتي وأنا بتفرج عليك، واخد بال حضرتك. أما أختلف مع رئيس الجمهورية يعني أختلف خلاف بأدب. أنا ابني لما بيختلف معايا وارد بيختلف معايا وبيعترض عليا. أنا حضرتك أنا عضو في حزب معين، ابني بينتمي لحزب آخر، مختلفين ولكن خلاف بأدب، وخلافنا لا يفسد الود قضية. لكن التطاول على مقام الرئيس، كتابة على الجدران، الأمور دي لابد أنها تجرم يا دكتور عاطف. لابد أن أنا أعلي سيادة القانون من الملفات المفروض أن أنا أتدخل فيها بحسب كمؤسسة رئاسة. المفروض أن أنا أعلي سيادة القانون. ليه القضاء بيميز عن رجالة الجيش اللي نايمين في الجبل عند سن 60 بيطلع على المعاش، عند سن 60 القاضي يطلع على المعاش وجزاه الله خيرا ويجي غيره يستلم المنصة. حضرتك الملفات الأمنية لابد ان انا اتعامل معها بسرعه وبحسم. ليه الشرطه حضرتك مش مسلحه؟ ما هو انا فاقد الشيء لا يعطيه. هطلب من رجل الشرطه الامن ازاي وهو ما امنش نفسه؟ طب هقول ان انا خايف ان يحصل تجاوز او تطاول؟ لا، ضابط الشرطه اللي يخطئ يحاسب. المتظاهر اللي طالع مظاهره سلميه يتجاوز حد السلميه يحاسب. يبقى انا هنا هي دي سياده القانون. لكن انزل شرطي غير مسلح يواجه بلطجيه مسلحين واطلب منه الامن. الامن يا دكتور عاطف لو فقد يعني قول على الدنيا السلام. الاقتصاد هينهار مع الامن، المؤسسات هتنهار مع الامن. الاخ الفاضل اللي طلع من شويه من الصعيد بيقول الصعيد فيه رجاله، الصعيد كله رجاله. انا ان كانت يعني انتمي الى يعني اصول من بحري، الا ان في زيارتي الاخيره مع الحزب للصعيد ما شاء الله يعني احبهم في الله واشهد الله على هذا. ولكن ما ينفعش ادخل رجاله الصعيد، ما انا عندي مؤسسات، عندي جيش وشرطه ما اقدرش انهيهم. فانا يعني بطالب فخامه الرئيس انه يتدخل بحسم في هذه الامور، بحسم وبسرعه، يعلي سياده القانون. سن المعاش يبقى 60 سنه وعنده مجلس شورى منتخب من الشعب، حضرتك يقدر يفعل قوانين لغايه ما مجلس النواب ينتخب. بعد ما اعلي سياده القانون افعل دور الامن. بعد كده اصدر قانون ان مقام الرئاسه مقام يعني حتى الرئيس ربنا يعني يطيل في عمره ان كمل او ان جه رئيس غيره ما يتعبش من ياتي بعده. مقام الرئاسه لا احد يتطاول عنه. انا بختلف مع الرئيس، انا بعلن اهو انا بختلف مع رئيس الجمهوريه ان فخامه الرئيس لابد ان يتدخل في بعض الملفات بسرعه وبحسم، لكن اختلف بادب. انا بختلف مع ولي امر البلاد. وبعدين يعني انا بحمد الله عز وجل. انت بتتريق ان هو جالنا بلحيه، احنا بنحمد الله عز وجل يعني من نعمه علينا ان جالنا رئيس ملتحي ويصلي ويطلع يقول لك سجادة الصلاه ما تدخلش الرئاسه من 60 سنه الا في عهد محمد مرسي. والله يعني كفى بهذه يعني نعمه، ويحفظ كتاب الله عز وجل ويتقي الله فينا. ولكن احنا معه ان احسن
وإن يعني إن أساء أو إن يعني قصر بنختلف معه بأدب وبمقام الرئاسة اللي هو مقام ولاية الأمر اللي ربنا عز وجل أمرنا بطاعته ما أطاع الله فينا. شكرا أستاذ وائل، جزاك الله خيرا. لكن طبعا نلاحظ حاجة، لا الأستاذ عمرو ولا الأستاذ خالد مسكوا الإنجازات الكبيرة اللي موجودة في الكتاب وناقشوها. يعني في عشرات الإنجازات التقيلة الكبيرة كان ممكن يقف عندها ويناقش لو هو عاوز يناقش باحترام.